إذا أردت أن يكون بيتك مباركا وعامرا بالخيرات فعليك ب5 أمور. الأمر الأول الدعاء بالبركة في البيت والمال والأهل والأولاد. الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل في جميع أحوالك، عند دخولك أو خروجك أو عند أكلك أو نومك. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأعظم الذكر تلاوة القرآن، وخصوصا سورة البقرة. الأمر الثالث الكسب الحلال، فإن من أعظم الظلم أن تغذي نفسك وأهلك وأولادك من كسب محرم ومال خبيث. الأمر الرابع الابتعاد عن المعاصي من معازف أو تماثيل محرمة أو مجالس غيبة ونميمة ونحو ذلك من الأمور التي تجذب الشياطين. الأمر الخامس قيام الليل. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحه واحسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا حبيت اشارك فيه معاكم شويه حاجات كده ان شاء الله لو عملناها هنستريح جدا، هنحطها عندنا في الفريزر هتنفع بقى. احنا داخلين على عيد اهوت، وهتنفع كمان في الايام العاديه. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونبدا. اول حاجه عندنا هي التوم. طبعا انا ما لحقتش اجيب التوم وهو طري، فجبت كميه بصراحه وسبتهم وكسلت جدا ان انا اعملها، فابتديت ان انا اخد شويه بشويه كده احطهم، يعني فصصته كده بس بالقشر بتاعه علشان يبقى سهل عليا. حطيته في ميه وسبته لتاني يوم، يعني من بالليل للصبح كده قمت لقيته يعني سهل جدا في التقشير. قشرت الكميه اللي انتوا شايفينها دي، وكان عندي كام قرن فلفل كده حراق انا بحب جدا افرمه مع التوم. حطيت معلقه ملح وابتديت افرم الكميه. مش كميه كبيره قوي، بس انا كل ما ببقى انا يعني الاقي نفسي كده فاضيه بعمل شويه توم كده وافرزه، صدقوني بيبقى مريح جدا. انا بقالي سنين طبعا بعمل البصل والثوم وبيريحوني جدا. اهم حاجه في التفريز سواء للبصل او الثوم ان انت تبططيه زي ما انت شايفه كده في اكياس كده، تبططيه كويس جدا علشان لما تيجي تطلعي اللي انت عايزاه تكسري القطعه اللي انت عاوزاها بسهوله وتدخليه تاني الفريزر على طول. ما تسيبوش خالص او ما تطلعيش الكيس كله عندك على الرخامه وتستخدمي وتنسي ان انت طلعتي الكيس فيفك منك ويعمل ريحه. انت وانت عند التلاجة او عند الفريزر بتكسري القطعه اللي انت عايزاها وبتدخليه الفريزر تاني وبتستخدميه وهو متلج كده على المادة الدهنية اللي انت هتستخدميها. بتحطي قطعة الثوم او قطعة البصل وهي متلجة، ما بتسيبيهاش يعني تفك. بحطه كده على طبق بفرده وبحطه في الفريزر يجمد عندي. تاني حاجة البصل، انا بيجيلي من البلد كمية من البصل كبيرة بصراحة، فبحاول ان انا استغلها عشان انتوا عارفين الجو حر، فبخاف جدا ان البصل عندي يبوظ. فنضفت شويه كده من العروش وحطيت شويه من العرش كده في تحت في باسكت متهوي، وعملت يعني شويه كده وحطيتهم عندي في البلكونه. ودول شويه كده يعني حوالي دول 4 كيلو كده من البصل. انا معرفش بالظبط هم قد ايه، بس انا جبت شويه كده، انا جبت الكبير وقطعته كله ونضفته وبقطعه كده يعني كل واحده على 4 ارباع كده عشان يبقى سهل معايا في الكبه. عايزه اقول لكم انا يعني بتهيالي انا فريده من نوعي في البصل. انا لو فرمت بصلايه صغيره جدا عينيا بتدمع لدرجه ان انا مبقاش شايفه قدامي. يعني عايزه اقول لكم انا وانا بقطع البصل ده انا كنت يعني بعيط حرفيا. انا كان كل اللي يدخل المطبخ يقول لي ماما هو في ايه، من كتر ما عينيا بتدمع من البصل بطريقه فظيعه. فانا بحب جدا بصراحه يعني تفريز البصل. اي نعم يعني ايه، بقعد ادمع كتير جدا وانا بعمل الكميه دي، بيبقى يوم يعني فظيع، بس بستريح طبعا جدا يعني لان ببقى يعني بيبقى عندي كميه كده حطاهم في الفريزر بطلع وبطبخ على طول. بتسهل عليا كتير جدا يعني تقشير البصل كل شويه، لان انا كمان ما بستهلكش بصل بكميه كبيره. فمش هشغل انا الكبه كلها علشان خاطر بصلايه صغيره. فوانا بشغل الكبه بالمره فبعمل بقى ايه الكميه اللي انا عايزاها واحطها في الفريزر عندي. اهم حاجه زي ما قلت لكم كده ان احنا بنطلعها متجمده، ما بسيبش اي حاجه عندي تفك خالص وبعدين ارجعها في الفريزر تاني. ده اللي غلط جدا في موضوع التفريز. فكل مادة كده لما بيخلص عندي الكمية اللي انا مفرزاها بحطها، يعني بجيب شوية كمان وبعملهم بفرزهم واحطهم عندي في الفريزر. خلصت الكمية اهوت كلها عندي الكبة اهي.
بحط فيها شويه بشويه طبعا عشان ما احطش الكميه دي كلها مره واحده. وبحط على كل كميه، يعني كل كيلو مثلا بحط عليه معلقه كبيره من الملح. في ناس بتحط سكر، في ناس بتحط شويه زيت، انا ما بحطش غير الملح. يعني يعتبر كده يعني ايه زي ماده حافظه. وزي ما قلت لكم بنبطط الكيس كويس جدا، ده ما بياخدش معاكي مساحه خالص في الفريزر. في ناس بتشتكي جدا ان البصل والثوم بيعملوا ريحه جامده جدا في الفريزر عندهم. انا بحطهم في باسكت كده مع بعض، والباسكت ده بيبقى مقفول. عارفين الباسكتات اللي احنا بنحط فيهم الخضار ديت؟ انا عامله واحد كده ليه غطا عندي في الفريزر، وبحطه في جنب كده. يعني ضروري جدا ما تحطيش بصل وثوم طبعا جنب فاكهه، جنب مثلا يعني عيش، جنب الحاجات اللي هي بتلقط دي. يعني خليه كده لو عندك ديب فريزر يبقى ليه درج لوحده، جنب مثلا فراخ متبله مش مشكله، بانيه متبل عادي جدا. فاهميني ازاي؟ بس طبعا ما يبقاش مع الخضار ومع الفاكهه، ده طبعا ما ينفعش جدا. انا حطيت بالمعلقه الصغيره دي 4 معالق كده، يعني بمعدل معلقه كبيره من الملح. وبجيب عندي الاكياس بتاعه التلاجة دي، بلبسها كده في الكوبايه زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهله عليا. وبحط الكميه في الكيس زي ما انتم شايفين، وببطط اهو بفردها كده على صينيه. عملت معايا كميه كويسه جدا، ممكن تقعد معايا شهرين 3 على حسب استخدامك بقى للبصل. خلص كل الكميه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا ما قدرتش اكمل تصوير من كتر العياط فكملتهم وعملوا معايا 6 اكياس زي ما انتم شايفين اهو. بططتهم وحطيتهم على صينيه وبحطهم في الفريزر عندي يجمدوا خالص، وبعدين بشيل الصينيه ديت وبحطهم في الباسكت اللي انا قلت لكم عليه. تعالوا بقى نعمل غدا سهل وسريع جدا كده وبسيط، مش هياخد وقت في الحر ده. انا كان عندي نص كيلو من البانيه، فبدل ما اعمله كده قطع سليمه قطعته زي ما انتم شايفين شرايح كده بالطول. يعني قطعت الواحده على 3. وهبتدي بقى اعمل التتبيله. تتبيله الستريبس ديت سهله وبسيطه جدا، صدقوني. طريقه الستريبس دي بترمي معاكم كميه عن البانيه، بترمي معاكم كميه كبيره. جبت عندي طبق غويط اهوت عشان اعمل فيه التتبيله. بصوا بقى البهارات اللي انتوا بتعتمدوها في تتبيله البانيه براحتكم خالص. انا بحب احط جنزبيل، بحط بابريكا، توم باودر وبصل باودر، وبحط كمان بهارات فراخ. ولو عندك علبة زبادي حطي، عندك شوية لبن حطي، ما عندكيش لا لبن ولا زبادي. بصوا كمان حطيت ملح وشوية فلفل اسمر وشوية بابريكا، شوية كزبرة ناشفة. يبقى حطيت توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، وبابريكا، ملح وفلفل وكزبرة، ومعلقتين بس من الزيت. ده لو ما عندكيش لبن ما عندكيش زبادي، معلقتين زيت بس عشان ندوب فيهم كل البهارات دي، عشان لما انزل بالستريبس البهارات دي كلها تمسك في قطع الفراخ. وبسيبها عندي يعني لو عملتيها من بالليل طبعا يبقى حلو جدا، عملتيها من قبلها ب3-4 ساعات حلو قوي، سبتيها ساعة بس في التتبيلة مفيش مشكلة برضو خالص. هعمل لكم دلوقتي كفر حلو جدا 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 للستريبس، بجد هيبقى تحفة. يعني اعتمدوه بقى في اي حاجة عايزين تعملوها ليها كفر مقرمش كده ويبقى طعمها حلو. اعملوا الكفر اللي انا هقول لكم عليه ده، بيبقى حلو جدا. انا بعمله كمان مع البطاطس، يعني بقطعها صوابع زي الفراخ كده بعد ما بسلقها، وبعمل لها الكفر اللي انا بقول لكم عليه ده، بتبقى تحفة جدا والولاد بيتبسطوا منها قوي. زي ما قلت لكم هسيب الفراخ دي شوية كده في التتبيلة، يعني ساعة او ساعتين على الاقل. وبعدين هنعمل بقى الكفر اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. جبت عندي هنا طبق كده غويط، هحط فيه حوالي 4 معالق كده من الدقيق او 5، شوية كده من الدقيق على حسب بقى الكمية اللي انتوا عاملينها للبانيه او الستريبس. وهحط عليهم معلقة كبيرة مليانة كده من النشا. النشا دي بقى هتدي قرمشة حلوة جدا للستريبس عندك، وهتبقى الكفر بتاعها كده مقرمش وهي من جوه كده طريه، وهتبقى حلوه قوي. عندي هنا كوبايه ميه بنزل بيها بالتدريج كده لحد ما القوام بتاع الكفر عندي كده يبقى سائل كده زي عجينه الكريب او شبه قوام الكيكه كده.
عندي هنا الطبق دوت برضو حطيت فيه شويه من الفيجيتار، يعني كانوا عندي شويه من الفيجيتار شويه صغيرين بصراحه. زودتهم شويه بقى من الدقيق. عايزه تحطي او تبهري الدقيق دوت، لو ما عندكيش فيجيتار حطي دقيق متبهر، نفس البهارات اللي انت حطيتيها في البانيه حطيها مع الدقيق. باخد كده قطع الستريبس بحطها في الخليط السائل دوت، وبعدين بنزلها على الدقيق او الفيجيتار او البقسماط براحتك خالص. بس هي الدقيق مع الفيجيتار ده بيديكي كفر حلو قوي. تمام. بقلبها كده في العجينه اللي هي ايه الخليط السائل دوت، وبعدين بنزل بيها على الدقيق مع الفيجيتار. اهم حاجه بقى التقليب، ان انا بقلبها كده من فوق لتحت، بفضل اقلب فيها كتير جدا، وبفردهم كده بفرفرهم كده من بعض عشان كل واحده تبقى يعني مش لازقه في التانية. بصوا انا كنت مستعجله، المفروض ان انا اعمل واحده واحده، بس انا حطيتهم كلهم بقى كده ايه في الطبق. الجو حر بصراحه وانا كنت يعني عامله حاجات كتيره في اليوم دوت، فحطيتهم كلهم كده. اهم حاجه زي ما قلت لكم بصوا الكفر عامل ازاي. عندي الزيت بقى عندي هنا حطاه على البوتاجاز بيسخن. اهم حاجه يبقى زيت غزير علشان تديكي كله كده نفس اللون، لون واحد كده، وتستوي معاكي بسرعه. بس انا لو ما عملتش لا مكرونه ولا رز، انا يعني كان عندي رقاق كده جاي لي من البلد حلو جدا، ف ممكن تعملي بقى بالعيش السوري او عيش بلدي عادي جدا. بص انا ابتديت احمرها اهو، بص ما شاء الله حلوه جدا، وبتبقى الكفر بتاعها مقرمش وتحفه جدا. جربوها بجد والله يا بنات هتعجبكم قوي. بس وعايزه اقول لكم ما شاء الله بترمي معاكم كميه حلوه جدا. طبعا مش دي الكميه كلها، انا سبت كام واحده كده لجوزي بعملها له الصبح كده مع ياخدها معاه سندوتشات. يعني حمرت شويه بطاطس. بصوا الكاميرا مبيناها ان هي غامقه، ولكن هي يعني لونها ذهبي، لونها حلو جدا. انا استغربت جدا لما جيت امنتج الفيديو ان هي لونها غامق، بس هي كانت لونها افتح من كده بكتير. قطعت بقى شويه طماطم مع شويه بصل، خيار وفلفل، اي خضار عندك، وشويه بطاطس محمرين، وكنت عامله شويه توميه برضو طلعتها من انا بعمل كميه من التوميه دي وبحطها عندي. وده الرقاق اللي جاي لي من البلد يا بنات، مش قادره اقول لكم بيبقى حلو قد ايه. بدهن كده الرقاق بالتوميه، وبعدين احط البطاطس والستريبس وشويه الخضار، وبيبقى بصوا غدا سهل وسريع كده وبسيط، ما عملتش فيه اي مجهود خالص يعني. فاتمنى ان هو يعجبكم. بما ان احنا في الحر بقى وعايزين حاجه ترطب كده علينا، عملت لهم كمان جيلي. كان عندي كده موزتين، فقطعتهم كده في البولات دي، وعملت بقى جيلي. بس انا عملته بقى ايه يبقى متماسك شويه. انا عملت ظرفين كده من الجيلي. طبعا لكل ظرف بتحطي كوبايه من الميه السخنه وكوبايه من الميه البارده. انا حطيت الكوبايتين سبتهم كوبايتين ميه، سبتهم يغلوا عندي في الحله، وضفت كيسين الجيلي، وحطيت كمان معلقتين من السكر، وضفت كوبايه واحده بس من الميه البارده. عايزه اقول لكم القوام بتاعه كان حلو جدا، مش خفيف يعني، متماسك كده، وكان حلو قوي بصراحه. لما بعمله بكوبايتين ميه بارده وكوبايتين ميه سخنه بيبقى القوام بتاعه خفيف كده شويه. وزودت له كمان معلقتين من السكر، كانت حلوه قوي. اعملوا بقى في الصيف كده كريم كراميل جيلي، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا والولاد بتحبها قوي. زي ما قلت لكم البصل، الثوم، الطماطم المتفرزه، يعني حاولوا ان انتوا تفرزوا شويه كده من الطماطم برضو. يعني سعرها حلو جدا دلوقتي وهتنفعنا جدا، داخلين على عيد كمان. هاتوا كميه كده وفرزوها هتنفعكم جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فرزنا فيه كده الثوم اللي هيريحنا جدا جدا جدا، وفرزنا كمان البصل. عملنا غدا سهل وسريع وبسيط جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم. تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واستنوني ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى حلو جدا، هنعمل فيه ميزانيه حلوه قوي للعيد ان شاء الله. فانتظروني ولفوا لفه كده في القناه، هتلاقوا فيها فيديوهات كتيره جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.